مسلسلات كتير اتكلمت عن الريف المصري، لكن مفيش مسلسل من المسلسلات دي قدرت توصل لروعة وكمال مسلسل الناس في كفر عسكر. أسباب كتير تخلينا نحب مسلسل الناس في كفر عسكر. المسلسل بدأ عرضه سنة 2003. قصة المسلسل مأخوذة عن روايات كفر عسكر المكونة من 8 أجزاء اللي كتبها الكاتب الكبير أحمد الشيخ. أما المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار كانوا لبشير الديك. المسلسل من بطولة صلاح السعداني ودلال عبد العزيز واحمد بدير وغيرهم من النجوم. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، اسباب كتير تخلينا نحب مسلسل الناس في كفر عسكر. اول سبب عندنا هي القصة. المسلسل قدم لينا قصة ملحمية بتدور أحداثها في قرية اسمها كفر عسكر. بنشوف في القرية دي صراع ما بين عيلتين على السلطة والأرض. العيلة الأولى بتكون عيلة ولاد عوف أو عيلة الأخيار زي ما أنا بسميها. ولاد عوف كانوا هم أصحاب الأرض والأصل وأسياد الكفر، لكن ده كله اتغير لما حلت عليهم اللعنة المتمثلة في عيلة شلبي. ولاد شلبي أول لما وصلوا الكفر كان عددهم قليل وكانوا بيشتغلوا إيجارية عند ولاد عوف، لكن مع مرور السنين الحال بيتغير وولاد شلبي بيوصلوا للسلطة والحكم، وبيكون نفوذهم أعلى من نفوذ ولاد عوف اللي بتبدأ سيطرتهم تقل على الكفر، وكمان بتضعف كفتهم، وبيكونوا هم العيلة التانية في الكفر بعد ولاد شلبي طبعا. واول لما بيتحقق حلم ولاد شلبي في الحكم والسيطرة بيبدأوا كمان انهم يشتروا الاراضي من الفلاحين الغلابة وبيضغطوا عليهم وبيهددوهم، وبينجحوا في ده. ولاد شلبي ما بيكتفوش بكده، ده كمان بيألفوا عن نفسهم حكايات خيالية وبيقولوا على نفسهم انهم احفاد الملوك والامراء وانهم من نسل نبيل يعني. بس الكلام ده كله كذب في كذب، وده دايما اللي بيقولوا ولاد عوف عنهم. زي ما قلت لكم قبل كده، الناس في كفر عسكر مختلف عن مسلسلات الريف المصري. المسلسل ركز على قضية مهمة جدا وهي الأرض اللي بالنسبة لولاد عوف كانت هي عرضهم وشرفهم. لو ركزتوا أكتر في قصة المسلسل هتلاقوا المسلسل فيه إسقاط صريح وواضح على اللي ما يتسموش واللي رمز ليهم الكاتب في المسلسل بولاد شلبي اللي بيحاولوا يصنعوا تاريخ وهمي ليهم. الشخصيات في كفر عسكر كانت هي نقطة القوة في المسلسل، بداية من شخصية عبد القادر عوف اللي جسدها لينا عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني. صلاح السعدني قدم قبل كده شخصية سليمان غانم العمدة الفكاهي وبرع فيها بشكل كبير، ولكن في كفر عسكر شخصية عبد القادر عوف مختلفة تماما عن سليمان غانم. عبد القادر عوف هو رمز الحق والقوة في المسلسل. عبد القادر طول الوقت كان بيحاول يتصدى لولاد شلبي ويمنع شرهم عن الكفر، وكمان كان متمسك بأرضه ورافض انه يبيعها ليهم. لكن عبد القادر زي ما كان له ايجابيات برضه كان له سلبيات. من السلبيات دي ظلمه لابنه حسن. عبد القادر بعد ما مراته ماتت اتجوز، وهنا حسن ما استحملش القعده مع مرات ابوه وقرر انه يسيب ارضه وما يقعدش في كفر عسكر، وبيسافر حسن مصر عشان يدور على شغل. في الاول الظروف ما بتكونش سالكه معاه، لكن بعد كده ربنا بيفتح له ابواب الرزق، ورزق حسن بيكون في دكان الحلويات اللي بيفتحه هو وصاحبه فطوم. وما أدراك ما هي فطوم. فطوم كانت هي رمز الشر في المسلسل. دلال عبد العزيز قدمت في المسلسل ده دور عمرها. الدور كان فيه جرعة شر شديدة. لا، جرعة شر ايه دي، كانت جرعة شيطانة. لو حللنا شخصية فطوم فهي شخصية مريضة بالطمع والمال وكمان الشهوة، وده اللي شفناه في جوازتها. فطوم كانت بتتجوز كل شوية رجالة أصغر منها، وبعد ما تتطلق منهم كانت بتقلبهم في فلوسهم. ده مش بس كده، ده كمان كانت هي محراب الشر اللي خلت حسن يطلق شوق، وفي نفس الوقت حرمت شوق من ابنها سيد لما عرفت ان سيد لها حجة تثبت ان ارض الواطية بتاعت ولاد شلبي هي في الاصل مملوكة لولاد عوف ومن حقهم. واول لما فطوم بتعرف كده ما بتقررش تاخد الحجة من سيد بس، دي بتقرر تقتله عشان تكون دي اخر خطيئة تعملها فطوم في حياتها قبل ما تقضي عليها شوق بكل غل وحقد. واخيرا بتموت فطوم، ولكن الشر كان لسه مكمل في كفر عسكر. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تبخلوش عليا بلايك وتشتركوا في القناة، وكمان ياريت تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. اشتركوا في القناة يا جماعة عشان نكون اكبر قناة فن في مصر.